خالتي عامله ايه؟ الحمد لله يا خالتي كويسه، يا رب انت تكوني بخير وسعاده. انا بخير، طول ما انت بخير انا بخير يا ام عمر. حبيبتي يا خالتي، انت اللي حبيبتي. بقول لك ايه، عايزه اقول لك على موضوع. قولي يا روحي. انا قررت اشتغل مع ابو سيد، خلاص خلاص، ما انت قلتي لي يا خالتي، وعملت لك فيديو ونزلته لك كمان. بجد فضحتيني. هيتقبض عليا يخرب بيتك. ايه يا خالتي؟ ما تفتكري بيشتغلوا في اي حاجه شمال، اعمل انا ايه؟ اديك عرفتيهم. يا خالتي ما تقوليش كده، والله المنطقة كلها بتقول. يا خالتي سيبك من اللي يقول يقول يا خالتي. المهم هم بيعملوا ايه؟ هم بيعملوا ايه؟ مش عارفة. هم المفروض ان هم شغالين في ساعات وحاجات زي كده، بس الواضح غير كده. برضو يا خالتي، يا خالتي حرام عليك، هتخشي النار. ان شاء الله كلنا يا حبيبتي داخلين النار، مش انا بس ياما. ايه المنطقة كلها بتتكلم، جت على امي يا امي. خلاص يا خالتي، اللي انت شايفاه اعمليه. خلاص انا قررت الانحراف، وقررت ان انا اروح اشتغل معاهم. طب ايه اللي هتشتغلي فيه؟ بقول لك ايه، اي حاجه انا جايه، اي مصلحه داخله فيها، المهم ان انا اجيب فلوس. انا زهقت منك ومن قله الفلوس معاكي. ماشي يا خالتي، خلاص روحي اشتغلي معاهم، وربنا يعينك ويسهل لك ويرزقك. بس انا حاسه يا خالتي كده ان انت حاقده عليهم، بتغلي من نفسنا. عيب يا ام عمار تقولي الكلام ده، عيب عيب عيب. هو في حبة غل ماشي، حبة سواد ماشي، حبة ماشي. ايه ده حبة ماشي؟ يعني ايه يا خالتي؟ يعني بصي، هاتي الحقد على الغل على بصي الحسد على كل حاجة. انا بحسدهم وبحقد عليهم، اكدب في نفسنا من جوايا. طب يا خالتي تشتغلي معاهم وانت بتحسديهم وتحقدي عليهم؟ حرام عليكي يا خالتي، والله حرام عليكي يا خالتي. حبي للناس اللي تحبيه لنفسك. الله، ما انا بحب للناس اللي بحبه لنفسي. يعني انت بتحقدي على نفسك؟ لا يخرب بيتك، احقد على نفسي واغل في نفسي ليه؟ منك لله يا ام عمار يا بعيده. يا خالتي حبي لاخاك كما تحب لنفسك. حبي لاخاك كما تحب لنفسك. منك لله يا ام عمار، انت جايه تديني مواعظ؟ مش مواعظ، خلاص يا ستي براحتك. انا بقولك بس يعني اسلكي يا خالتي. لا سالكه، ما تخافيش سالكه. يلا انا هسيبك بقى تلتي وتعجني مع الناس اللي انت بتتكلمي معاهم. انا هفتح دلوقتي بس. روحي بس يا اختي، روحي بس. هسيبك تبسي واروح انا بقى اشوف شغلي، واشوف بقى يعني بصي، همشي بقى في اول طريق الانحراف. اول طريق الانحراف. طب يا خالتي يلا، ربنا معاكي ويوفقك. ويوفقك يا اختي، روحي بسي روحي بسي. بقول لك ايه، سلميني على الناس اللي هيخشوا يبسوا معاكي. انا ما حدش بيخش لي يا خالتي، انا غلبانه، انا بفتح بس عشان امشي الساعات، عشان القناه ما تقعش مني. طيب وانا يا معمر مش شايفه حد يعرفك، بس يا عين امك. يلا انت غلبانه برضو مهما كان، انت طيبه. تسلمي لي يا خالتي، ربنا يخليكي. يلا روحي بقى انت يا خالتي شغلك، وربنا يوفقك، وانا هدعي لك يا خالتي. ادعي لي يا ام عمار، ها؟ ادعي لي مش تدعي عليا. لا اروح اشتغل من هنا على حظي يتقفشوا من هنا. لا يا خالتي مش هيتقفشوا ان شاء الله، ربنا هيوفقك ويكرمك. يلا يا باي. يلا يا خالتي، سلام. سلام يا خالتي. والله العظيم ما عارفه اقول ايه. انا تعبت من خالتي خالص 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 خالص. الناس يعني مش عارفه، في ناس عندنا هنا يعني كانوا على قد حالهم، وربنا كرمهم وفتح عليهم من وسع. ربنا يقول للشيء كن فيكون. هو عايز ان الناس دي تطلع على وش الدنيا وتشتغل وتشوف حالها خلاص يعيشوا بقى، عاشوا ايام قحط وايام وحشه، وربنا قال لهم خدوا بقى وعيشوا وافرحوا. ازاي بقى؟ انا معرفش وماليش دعوه، هو بقى اضرب حالهم. فالناس بقى مش سايباهم، ومن ضمنهم خالتي حبيبتي، مش سايباهم. دول تجار كذا، دول تجار كذا، دول تجار كذا، دول بقوا يعملوا كذا، دول بقوا يسووا كذا. خلاص يا جماعه، ما خلاص ما تسيبوهم في حالهم بقى. والمشكله ايه؟ ان الناس بقت تذبح في الشارع، وبقت تطلع لله، وبقوا ياخدوا شباب يشغلوهم معاهم في المجال بتاعهم اهو، والاقي الناس ماشيه معاهم وايه، ويطبطبوا عليهم يا حبيبي يا اختي ويا حبيبتي يا صاحبي، والاقيهم من الناحيه التانيه يخرب بيوتكم، يخرب بيوت البيوت اللي جنب بيوتكم. ايه ده؟ ايه ده؟ دعوا الخلق للخالق، دعوا الخلق للخالق، ارحمونا. يلا سلام. شوف خالتي راحت تنيل ايه. باي.